صدقني الميزان ده توزن بيه الخضار. كل ما اشوف واحد ابص عليه يقول لي ايه والنبي يا دكتور النفسيه تعبانه الميزان بتاعي ما بينزلش، ويجي واحد تاني يقول لي هو انا هنزل كام كيلو في الشهر على الميزان، كانه عامل تارجت انا في الشهر ده هنزل 23 كيلو، ولا كانه بياكل سكر ولا نشويات ولا مخبوزات ولا حاجه. يا جماعه عاوز اقول لكم الميزان ده معمول عشان توزن بيه الخضار، توزن بيه اللحوم، توزن بيه حاجات المطبخ. صدقوني الميزان مش ليك. اقول لك حاجه، الميزان ده معمول عشان حاجتين مفيش غيرهم. اول حاجه الميزان ده معمول عشان يجي لك بيه هوس، اللي هو الوسواس القهري، يجي لك بيه هوس وتبقى ايه طول النهار مهووس، تقف عليه وتنزل. عشان كده بص، اللي هو مثلا انت متابع مع واحد يجي كل شويه يقول لك انت خسيت انت ما خسيتش، ومن الاخر عشان تعرف انت خسيت ولا لا تشوف مقاساتك، مقاسات هدومك، ونسبه دهونك في الجسم. نسبه الدهون معروفه بالاجهزه زي اجهزه الانبادي، مقاسات جسمك زي مقاس البطن ومقاسات الوسط كده. وزي ما هو منتشر في الفتره الاخيره كده بعض الناس تيجي تقول لك ايه انا هخسسك بس بلاش تتمرن وانت بتعمل دايت، ويروح مديك دايت قاسي كده مع شويه حقن من اياهم وراس من اياهم اللي انتوا عارفينهم، تقوم تنزل على الميزان وتفرح تهيص وانت مش عارف انك نزلت عضلات